السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. بتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، وقبل ما نبدأ الفيديو كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي يا شفيع يا رسول الله. النهاردة الفيديو جامد يا جماعة. النهارده هعلمكم تقطيع الفرخة. انا عارفاكم يعني انتوا اكيد محترفين وكل حاجة، بس الكلام ده لاخواتي الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ جديد، عشان انا كنت برضو زيكم كده. لغاية برضو ما الواحد بيتعلم في الدنيا. بس يعني فيا رب الفيديو النهارده يعجبكم. انا النهارده ايه، الفرخة اللي في ايدي دي 3 كيلو ونص. احاول اقطعها. يعني اشوف يعني الدنيا قدامي. هي بصراحة طلعت معايا 12 قطعة، مع اني على فكرة كانت هترمي اكتر من كده، بس انا ايه عملت القطعة محملة يعني. تمام. طلعتها 12 قطعة، بس ما شاء الله حاجة يعني الله اكبر. ما تنسوش تصلوا على النبي يا جماعة في الفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم. اللايكات يا جماعة ارجوكم. انا بحب اجيب الفراخ زي كده، تكون كبيرة يعني شوية، واقطعها وايه واعينها في الفريزر. تمام. يعني ممكن بعد ساعات ما اعملش واحدة زي كده، مثلا ممكن اعمل 2 او 3 واركنهم في الفريزر، تنفعني في وقت الزنقة. على فكرة الفرخة اللي قدامكم دي كانت جايالي صاحية، انا اللي ذبحتها وريشتها ونضفتها يعني من كل حاجة. تمام. واديكوا شايفين ايه، نظيفة وزي الفل بصراحة. انا قطعتها كده عشان خاطر انا هعمل بها وصفة. استنوا الوصفة اللي جاية يا جماعة في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هتعجبكم قوي. انتظروا الفيديو اللي جاي. تمام. يلا يا حبايب قلبي، اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا. آه، والفيديو يعجبكم ان شاء الله. وانتظروا الفيديو اللي جاي دمار. هعمل فيها اكلة سعودي حلوة كده اصيلة، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. اظن ان انتوا عرفتوها. يلا يا حبايب قلبي، سلام.